اليوم ولمدة 90 دقيقة المغرب كامل، العرب كاملين والمسلمين كاملين عاشوا حدث تاريخي ما يمكنش نساوه مع المنتخب المغربي والمدرب وليد الركراكي اللي كيتعتبر هو أول مدرب مغربي غادي يوصل للدور الثاني من المونديال. والعجيب هو هذاك الكم الهائل من المشجعين المغاربة اللي خسروا فلوس ومشاو حتى لقطر باش يشجعوا فريق بلادهم. أكثر من 16 طيارة مشات من المغرب والملاعب كانت ممتلئة عن آخرها بالمشجعين، لدرجة أن المشجعين الكنديين كانوا قلال بزاف وما كانوش كيبانوا نهائيا في الملعب. شكرا للمنتخب، فرحتونا. المغاربه كاملين لمده 90 دقيقه نساو مشاكلهم، نساو حياتهم، نساو مشاريعهم، ولاو شعب واحد متحد دايرين يديهم على قلبهم كيدعيو باش يربحوا، لاننا بغينا العالم كله يشوف بعينه بلي المغاربه اللي هم عرب ومسلمين عندهم وجود، خاصه ان المغرب هو اول دوله عربيه مسلمه بقات مشاركه في كاس العالم ووصلت لهذه المرحله، وجميع الدول العربيه شجعتنا كذلك، لان فوز المغرب هو فوز لكل الامه الاسلاميه، والحمد لله قدرنا نديروها، وان شاء الله نربحوا اسبانيا كذلك نهار 3 اللي جاي. دعواتكم مع المنتخب المغربي، ودامت الامه الاسلاميه متحده باذن الله.